أهلا وسهلا بيكم في زوي زون، دليلكم ليوم أفضل الموسم التاني. أنا زوي، وفي البودكاست هنا هتكلم معاكم عن الحياة، عن إزاي نحل مشاكلنا من جذورها عشان نكمل، لأننا عارفين إن الدنيا مش ريشة في هوا زي ما قالوا، ولا طريقنا مسدود مسدود يا ولدي. الدنيا مرحلة هنعديها بحلوها ومرها. هنا هنصنع الحلو ونشوف إزاي نقلل المر. هل سبق وفكرت ليه بتحس بارتياح أكتر في غرفة فيها لون أزرق، وإنك أنشط لو الغرفة فيها لون أحمر؟ ليه بعض الألوان بتخليك مبسوط أو مرتاح وغيرها بتحس إنه كئيب؟ وإزاي الألوان بتأثر على إبداعك وإنتاجيتك وصحتك العامة؟ دي بعض الأسئلة اللي علم نفس الألوان بيحاول يجاوب عليها. علم نفس الألوان ده بيساعدنا نفهم نفسنا وبقيتنا أكتر، وبيقدر يساعدنا كمان نستخدم الألوان عشان نحسن مزاجنا وصحتنا العقلية، ونخلق مساحات أجمل وأكتر انسجام. في الحلقة دي هنغطي بعض الأساسيات في علم الألوان عشان نفهم أكتر إزاي ممكن تساعدنا، زي مثلا إيه هي الألوان الرئيسية، وهل ليها معاني، وإزاي الألوان بتأثر على مزاجنا وصحتنا، وإزاي عوامل زي العمر والثقافة بتأثر على استجابتنا للألوان، وإزاي نقدر نستخدم الألوان عشان نحسن صحتنا وبيئتنا. خلينا نبدأ بالألوان الرئيسية ومعانيها. في 3 ألوان رئيسية: الأحمر والأصفر والأزرق. دولت الألوان اللي ما تقدرش تتكون من خلط ألوان تانية، وهم كمان أساس دايرة الألوان اللي بتبين إزاي الألوان بتتصل ببعضها. ودايرة الألوان دي بتبقى مقسومة نصين: ألوان دافية وألوان باردة. ألوان دافية زي الأحمر والبرتقالي والأصفر، ودي بتبقى مرتبطة بالطاقة والحماس والشغف. والألوان الباردة زي الأزرق والأخضر والبنفسجي بتبقى مرتبطة بهدوء واسترخاء وسلام. كل لون فيهم بيبقى ليه تأثيرات نفسية خاصة على مزاجنا وصحتنا العقلية. زي مثلا اللون الأحمر بيعتبر لون النار والدم والعاطفة، بيحفز استجابتنا الجسدية زي زيادة معدل نبض القلب وضغط الدم والشهية، وكمان استجابتنا العاطفية زي إن هو بيحفز مشاعر الحب أو الغضب أو الخطر حسب الموقف. في دراسة اتعملت على 71 طالب من كليات أمريكية، لقوا إن الطلبة اللي تعرضوا للون الأحمر قبل امتحاناتهم كانت درجاتهم أقل بنسبة 20% من الطلبة اللي تعرضوا للون الأخضر أو الأسود. أما الأصفر فهو لون الشمس والسعادة والتفاؤل، وبيحفز عملياتنا العقلية والإبداعية زي تعزيز الذاكرة والتركيز والخيال، وده ممكن يصاحبه مشاعر فرح أو ثقة أو قلق. الأزرق لون السماء والمية والهدوء، وده تأثيره عكس تأثير اللون الأحمر، لأنه بيحفز استجابتنا الروحية والفكرية، وبيقلل مستوى الضغط ويهدي الأعصاب ويزود الثقة ويعزز مشاعر السكينة أو الولاء أو الحزن. طبعا تأثيرات الألوان دي بتبقى حسب المواقف وشدتها، يعني أكيد مش هتبقى في عز حزنك وتشوف لون أصفر فمشاعرك تتغير 180 درجة. بشكل عام ممكن نقسم الألوان ل3 فئات رئيسية: الألوان الدافية والألوان الباردة زي ما قلنا، وكمان الألوان المحايدة. وكل فئة بيبقى ليها تأثير معين على الحالة المزاجية والسلوكيات. زي ما قلنا الألوان الدافية زي الأحمر والبرتقاني والأصفر ممكن تعزز مشاعر إيجابية زي السعادة والتفاؤل والطاقة، والألوان دي بتبقى مناسبة أكتر للناس اللي بتحب الحياة والحركة والتحديات، وكمان بتساعد على التخلص من الكآبة والملل والخمول. أما الألوان الباردة زي الأزرق والأخضر والبنفسجي اللي بتعزز مشاعر الهدوء والاسترخاء بتبقى مناسبة للناس اللي بتحب السلام والتأمل والتوازن،
وكمان بتساعد على تخفيف التوتر والقلق والعصبية. وكمان الألوان المحايدة زي الأبيض والأسود والرمادي بتعزز نفس المشاعر، وبتبقى الألوان دي مناسبة للناس اللي بيحبوا البساطة والنظام والواقعية، لأنها كمان بتساعد على تنظيم الأفكار والأولويات والقرارات. عامل تاني بيأثر على استجابتنا للألوان هو عمرنا وثقافتنا. يعني العمر والثقافة بتأثر على تفضيلاتنا للألوان طبقا لخبراتنا وتجاربنا. يعني مثلا الأطفال هتلاقيهم بيميلوا أكتر للألوان الزاهية والواضحة زي الأحمر والأصفر والوردي، لأن الألوان دي بتحفز حواسهم وخيالهم وبتقدر تشد انتباههم، وكمان بتعكس شخصيتهم اللي بتحب اللعب. أما الشباب فبيميلوا أكتر للألوان الهادية زي الأزرق والأخضر والبني، لأنها بتعكس النضوج والاستقرار وبتخلق شعور بالتوازن والانسجام. أما كبار السن هتلاقيهم بيميلوا للألوان الدافية والفاتحة زي البرتقالي، الأصفر، البيج، والألوان دي بتخلق شعور بالدفء والراحة، وبتعوض كمان عن ضعف الرؤية وقلة الطاقة. كمان زي ما قلنا إن الثقافات المختلفة ممكن يبقى ليها معاني ورموز مختلفة للألوان استنادا لتاريخها بقى ومعتقداتها. زي مثلا في الصين الأحمر هو لون الحظ والازدهار والسعادة، وبيستخدم في الحفلات زي الأفراح والاحتفالات. اليومين دولت في رأس السنة الصينية هتلاقوا الأحمر في كل حتة. الأحمر كمان هو لون العلم الصيني ولون الحزب الشيوعي. في الهند مثلا الأصفر هو لون الحكمة والمعرفة والتنوير، وده لأنه بيرتبط بإله هندوسي اسمه فيشنو اللي بيلبس ثوب أصفر. ده كمان لون البقرة المقدسة عندهم اللي بتمثل الحياة والوفرة. مثلا في مصر القديمة الأزرق كان هو لون الحماية والشفاء والخلود، لأنه مرتبط بنهر النيل اللي بيسمح بالحياة والحضارة. كمان هو لون إله السماء حورس اللي راسه صقر وعينه زرقاء. الألوان بتقدر تكون ليها معاني وتأثيرات مختلفة على مزاجنا وصحتنا العقلية، بس إزاي نقدر نستخدم ده علشان نحسن صحتنا وبيئتنا؟ في بعض النصايح إزاي نستخدم الألوان دي وتأثيرها لمصلحتنا. اختار الألوان اللي بتناسب مع شخصيتك ومزاجك. لو عايز تحس بالطاقة والحماس استخدم ألوان دافية زي الأحمر والبرتقاني والأصفر، ولو عايز تحس بالهدوء والاسترخاء استخدم ألوان باردة زي الأزرق والأخضر والبنفسجي. وتختار الألوان اللي متناسبة مع هدفك وغايتك. لو عايز تحفز عقلك وإبداعك يبقى عليك بالألوان الزاهية زي الأصفر والوردي والتوركواز، ولو عايز تركز خلينا في الألوان الهادية زي الأزرق والرمادي والبني. ولو احنا بندور على الاتزان في حياتنا يبقى نختار الألوان اللي بتكمل بعضها، ودي الألوان اللي هي بتبقى جنب بعضها على دايرة الألوان زي الأخضر والأصفر الأزرق والبنفسجي. أما بقى لو عايز تعمل حاجة درامية وتلفت الأنظار فيبقى ألوان متضادة زي الأحمر والأخضر أو الأصفر والبنفسجي، ودولت نقدر نستخدمهم سواء في الديكور أو في اللبس اللي احنا بنلبسه علشان يبقى معبر عن حالتنا النفسية، أو يكون بيساعدنا إن احنا نتخطى حالة نفسية أو شعور ومزاج احنا مش عايزين نكمل فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. حبينا تكون حلقة خفيفة عشان الحلقتين اللي فاتوا كانوا تقال شوية. أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة وتكون أضافت ليكم معلومة جديدة عن علم نفس الألوان. عرفونا إيه رأيكم في الحلقة وهل لاحظتوا تأثير الألوان في حياتكم؟ اتواصلوا معانا على صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا، هنبقى حابين نسمع منكم.
ونتقابل على خير الحلقة الجاية.